السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حرشة او حريشات في الفرن تيجوا رائعين ساهلين في التحضير وبمكونات اللي بسيطة، تيجوا خفاف ولذاذ. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه عندي هاد ليمول ديال ليكيش، كندهنهم مزيان بالزبده. وغادي نرش عليهم السميده على هاد الشكل حتى يتلبسوا كاملين. الا بانت ليا شي بلاصه ملصقاتش فيها السميده كنعاود ندهنها بالزبده. كنخويهم من السميده، كنخلي غير هذيك اللي لاصقه فيهم صافي، وغادي نستمر بنفس الطريقه. من بعد ما دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم السميده صافي، غادي نحضر العجين ديال الحرشه. كنحتاج 3 الكؤوس ديال السميده تكون ديال الحرشه، كنغربل السميده مزيان وكنضيف كيس من السكر فانيلا، شويه د الملحه، 2 معالق كبار ديال السكر، تقريبا عندي هنا واحد نصف كاس مخلطه الزيت مع الزبده مذوبه، وكنضيف 2 معالق كبار ديال مربى المشماش ولا اي نوع عندكم. كنضيف كيس ونصف من خميره الحلويات، كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا. من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نضيف ليهم 2 بيضات، وكنضيف 2 كيسان ديال الحليب وربع. ضفت 2 كيسان وبانت ليا مازال العجينه قاصحه شويه حيت السميده دغيا كتشرب صافي. وزدت ضفت 4 كاس. كنخلطهم مزيان، الخليط كيكون خفيف على هذا الشكل حيت السميده دغيا كتشرب صافي. مباشره غادي نبدا نعمر هاد الليمول.
من بعد ما عمرت ليمون ما عمرتهمش مزيان، خليتهم غير في النصف باش نخليهم مجال فاش يتنفخوا. صافي خليتهم واحد 10 دقائق، عاد دخلتهم للفران حتى شربت السميده. خليتهم طابوا على نار متوسطه من الاسفل حتى تنفخوا، عاد شعلت عليهم من الفوق تحمروا من الوجه ديالهم. صافي ملي جبتهم من الفرن وهما مازال سخان كندهنهم بالكونفيتير دغيا كيشربوا. وكنرش عليهم اللوز ايفيلي، ممكن ديروا الكوك او كاوكاو اللي متوفر عندكم. صافي هنا خليتهم حتى بردوا وكنحيدهم من ليمون ديالهم دغيا كيتحيدوا بسهوله، غير خلوهم حتى يبردوا وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. انا هنا ضفت ليهم واحد شويه ديال الحبيبات الشوكولا من الفوق. قسمت معاكم وحده باش تشوفوا القوام ديالهم كيف كيجي من الداخل، تيجوا رائعين خفاف وهشاش. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم. شكرا بزاف على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.